حلقة خاصة من حلقات قناة سلام الفضائية. هذه الحلقة نخصصها بشأن وفاة أخت لنا وزوجة أخ لنا من خيرة الأخوات التي سمعنا عنها خيرا وعرفناها عن قرب وعن كثب أيضا بخير كثير. هذه الحلقة خاصة بها من أجل تعزية أهلها ومن أجل الثناء عليها وتأبينها وذكرها بخير وذكر مآثرها، ومن أجل أيضا التحدث عن كيف ختم لها بخير، ماذا كانت تعمل هذه المرأة الطيبة المباركة. سمعنا عنها ثناء عطرا من علماء والمشايخ كما ستعلمون وستستمعون، وهذه الشهادات من هؤلاء العلماء والمشايخ وطلبة العلم والجيران والشيء الكثير الذي يجعلك تستغرب، تسأل دائما ماذا كانت تعمل. بلا شك أن الإنسان يعني يوفقه الله للعمل الصالح ويعينه عليه، ولكن سبب بلوغه للخير هو العمل الصالح. وإن كان الموفق هو الله، لكن الإنسان لا ينال الجنة وهو نائم في بيته من غير أن يعمل، فلا بد من العمل. ولذلك دائما السلف الصالح يسألون يقولون ماذا كان بينك وبين الله؟ ماذا قدمت يا أخي حتى أعطاك الله هذا الخير؟ وهكذا لما دخل رجل إلى المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذا من أهل الجنة، فذهب عبد الله بن عمرو بن العاص ليرى ماذا يقدم من عمل، وهكذا. ولذلك أيضا الصحابة الكرام أبو بكر الصديق وعمر الفاروق كلهم عملوا في هذه الساحة واجتهدوا، ولذلك كان من وفاء الله سبحانه وتعالى أن ختم لهم بخير وأن حفظهم ورعاهم. هذه مقدمة أدخل بها في هذه الحلقة يعني خلافا لما اعتدناه من التذكير بالموت. فالموت آية من آيات الله عز وجل باقية، هي على الجميع، ولا أحد ينكر هذه الآية العظيمة، حتى الملاحدة لا يستطيعون أن ينكروا هذه الآية التي أبقاها الله عز وجل قرار إلهي عظيم: إنك ميت وإنهم ميتون. هل بقي أحد؟ هل استطاع أحد أن يعترض على قرار إلهي إلا من استثناه الله عز وجل، وهو الشيطان الرجيم. قال فأنظرني إلى يوم يبعثون، فأنظره الله عز وجل، هو الباقي. أما بقية الأمم كلها تموت، وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرة خلق الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الموت هذا المخلوق العجيب الذي جميعنا نخافه ونخشاه. الملوك والأمراء والرؤساء غصة في قلوبهم وفي حلوقهم، يموتون ويبعثون ويسألهم الله عز وجل. الصالحون يموتون، الأمراء يموتون، الأتقياء يموتون، البرر يموتون،
المجرمون يموتون، الجميع يموت ويلقى الله سبحانه وتعالى. اليوم نحن في حزن شديد لفراق هذه الأخت الطيبة المباركة التي كانت عنوانا للنساء الصالحات. دعونا نستمع إلى سيرتها من خلال أقاربها ومن خلال من زار بيتها من أهل العلم والفضل، وماذا قالوا عنها في حياتها وبعد مماتها. إنها الأستاذة الفاضلة جمعة أي فرح عبد الله أحمد من إريتريا، من قبيلة الساهو أو قل العساورتا. هذه الأخت الفاضلة رحمها الله توفيت في 27 من شهر رجب، يوم الجمعة، عصر يوم الجمعة، قبل أن تغيب الشمس. توفيت في القاهرة في بلاد مصر. عاشت عمرها كله في المملكة العربية السعودية، ولدت بها وحفظت القرآن الكريم بها، وهي أم ل6 أبناء، 5 ذكور و1 أنثى. زوجة الدكتور عمر شاماي عضو مجلس الشورى لرابطة علماء إريتريا. نستمع إلى شهادة أقرب الناس إليها، إنه هو زوجها الدكتور عمر. وإذا شهد الزوج للزوجة فلا حاجة لنا لأي شهيد بعد ذلك، لأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة تموت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. أرجو من الأخوات أن يستمعن إلى السيرة العطرة لهذه الأخت. أرجو من الأخوات الطيبات المباركات الملتزمات قبل غير الملتزمة، الجميع أود أن يستمع إلى هذه السيرة العطرة وإلى هذا الكلام العجيب من هذه المرأة. نستمع إلى كلام زوجها بادي ذي بدء. السلام عليكم حبيبنا، الله يكرمك. والله العظيم مش برزت، ارفع صوت. هي ممكن نموذج يعني لم يسبق له مثيل، يعني أو قل أن يسبق له مثيل. شفت كيف؟ ربنا سبحانه وتعالى أخذ من قلبها حاجة اسمها الحسد والغل والحقد. الأمر الآخر تتنازل عن كل حقوقها من أجل أن أنا ما أغضب. والله العظيم يعني حتى لو في نفسها شيء تتنازل منه على أساس أن أنا ما يعني خاطري ما يكون مكسور، يعني أو مثلا أكون زعلان. زوجاتي ترقدهم في سريرين جنب بعض ووسطهم تجي تعمل لهم القهوة وتقول لي أنا ما أتعامل مش هي زوجاتك أنت رضيتها؟ أيوة أنا أتعامل معهم كأخواتك بس. أنت كيف؟ تقول لي النسوان يتغيرون على الرجل. قال لي حتى الأكل الناس تشبع منه. قال ربنا سبحانه وتعالى ما أحل أكثر من واحدة إلا لأنه يعلم أن هذه لها فيه حكمة. خلاص الشيء الذي رضيه رب العالمين أنا رضيته. هكذا كلامها دائما. والله أن عيالي من زوجاتي الثانية يتعلقوا بها، ما يشتغلوا بأمهاتي نهائي، ويوم يسافروا ما يقدروا يسافروا يخلوها. والله الطفل الصغير الذي لم يعقل شيء لما يبغى ينام طوال يتجه عليه، يخلي أمه يخلي أبوه، يتجه عليه هي، وهي تحضنه تمسكه في صدره كده وتنوم، أو تحط له مخدة على رجله وتهده كده ينوم وتهدده يعني. أبو عبد الرحمن والله العظيم هذه المرأة ليست امرأة دنيا أبدا. الفترة اللي قعدتها دي بس ربنا أكرمنا بها يعني، وإلا تعاملها ما تعامل إنسانة حق دنيا نهائيا. والله العظيم تعاملها ما تعامل إنسانة يعني زول دنيا يعني. هذه إنسانة تبع الآخرة. هي قبل ليلتين من سفرها أبو عبد الرحمن اختبرت القرآن خلاص في جامع الراجحي في شبرا عندنا، عبد الله الراجحي. وكم من أخوات اللي ما لهم علاقة بالقرآن سجلتهم هي دخلتهم في القرآن.
والله جيراننا واحد شاقي يعني استاذ 30 سنه في البلد، زوجته رقدت العيال مركزه بسبب ام فيصل. تقول هذه ما انسان عاديه، كم 20 سنه جيران بعض، هذه مخلوقه لحالها والله. تقول كده كيف؟ حتى زوجها راجل كبير اكبر مننا بكثير والله بشنبات، حتى ربعنا لما شافوه استغربوا، وش هذا الشايف؟ جانا يتحدث كده يرجف يبكي، يعني يبكي كانه امراه. والله يا عبد الرحمن تعاملها مع اولادها ابو عبد الرحمن، هي تتعامل معهم في صغرهم توجههم، في كبرهم تخاويهم، وتقول لي يا ابو عبد الله ما تضرب، خلاص سن الضرب انتهى، مجرد ما الطفل بلغ المراهقه او سن الرشد خلاص انت لما لك الا المخاوات، صديقك تتعامل معه كصديقك، انت اكبر منه وجه، لكن بالضرب لا. يعني يا ابو عبد الرحمن والله مهما عددت لك انا استغرب والله من فيصل هذه، يعني من فيصل هذه شفتها نحن ما عرفنا قيمتها والله. ام فيصل ما انسانه بتاع الدنيا، ولهذا رب العالمين سبحانه وتعالى اخذها روحها سلت كانها شعره من عجينه، زي النقطه من فيه السقاء. والله العظيم اختها لما سميره شاركت في غسلها تقول والله يا جماعه الخير اختي دي كانها هي اللي تساعدنا في الغسيل، قالت وكانها نايمه ما هي ميته يعني. وجهها منور يا عبد الرحمن والله العظيم، الماهي ومبتسمه والله يا عبد الرحمن، مبتسمه والله العظيم. ولدي الماهي كان تعبان جاء من كندا، لما شاف امه ارتاح، ارسلنا في جروب حق العائله يقول يا جماعه الخير يا اخواني يا ابوي، والله امي ما تبكوا علي، امي والله مبتسمه بسمه عجيبه، وجهها كله يشرق نور يعني. الله يرحمها يا حسين الله. اذا تبغاني اكتب لك كتبت لك، لكن اذا كانت تكتفي بهذا انت براك تعبرها وتختصرها، انت عارف المراد يعني. فانسانه عجيبه والله العظيم. تقول لي في الضرات ما رضيه الله يا ابو عبد الله، انا رضيته. انا اذا ما تنازلت لله في شرع الله لاجل شرع الله فانا لست مؤمنه. هكذا تقول. هل توجد امراه بهذا الشكل يا عبد الرحمن؟ في كده تقول. شفت كيف؟ تقول لي كده والله انت رضيت هكذا؟ والله تقول لي ايش؟ ابو عبد الله ما اقول لك ما تتزوج، لكن استخير. تقول لي ما اقول لك ما تتزوج، لكن اقول لي استخير الله واستشير. ما تجيب بلاء انسانه ما عندها يعني تضر بالعائله. شفت كيف؟ يعني جيب انسانه تخاف الله، في نفس الوقت هي الجايه متاخره، فاتفق معها انها حتى ما تعمل مشاكل مع الاسره وتجيب بلاوي وكذا يعني. حتى ما تعمل بيننا مقاطعه ارحام وتعمل بيننا حقاد وحسد، اعوذ بالله. النسوان الثلاثه ابو عبد الرحمن كلهم دخلوا بيتها وكلهم اكلتهم وشربتهم وضحكت معهم، والله العظيم انها لتاخذهم في المناسبات حق الساهو تلف بهم. اقول لهم هذه اختي، ما اقدر اقول ضرتي، هي زوجة زوجي، يقول هذا اختي فلانه. والله العظيم. فمهما وصفت لك يا ابو عبد الرحمن، نحن ما فقدنا امراه يا ابو عبد الرحمن، نحن فقدنا امه ورب الكعبه، امه والله العظيم امه. هذه لا يوجد لو انت حاولت عشان تلقى امراه زي دي واستشرت الدنيا كلها وغربلت ممكن ما تقع فيها، لكن رب سبحانه وتعالى الحكمه يعلمها يوقعك فيها. حتى اهلها ما يمكن يدوك هي يا ابو عبد الرحمن، اهلها لو عرفوا بهذه المواصفات هذه من يعطيها؟ ما حد يعطيك هي والله. هذه خيرتهم يا اخي، خيرتهم اسره اي فرحه يعني نفسهم، هذه خيرتهم والله. هذه انسانه ما عاديه ابدا، لا تحمل حقدا ولا غلا ولا حسدا لاحد. صدق الله، الله اكبر. لا تحمل غلا ولا حقدا على احد البتة، لا تحب هذا الشيء، لا تحب الفتن، لا تحب المشاكل، لا تحب الاساءة لاحد. انا لما ازعل زوجاتي واهرشهم تقول لي يا ابو عبد الله ما اقول لي يا اخي ما سهل، ما تغلظ يا ابو عبد الله، انت وجه لكن ما تغلظ يعني وتتكلم وانت بحرقه كده كانك انت كاره. انت رضيت واخذت خلاص، ما تتكلم بهذه الطريقه. والله العظيم انها ارحم بنسائي مني انا، والله العظيم انها ارحم بنسائي مني انا. تقول لي عيالك دي الذهب يا ابو عبد الله، ما تعمل كده والله العظيم. والله يا ابو عبد الرحمن عيالي اخر اولادي اليوم القضارف كانوا قعدوا معها رمضان الماضي 4 شهور قعدوا مشوا، يوم مشوا يبغوا يموتوا في يدها. انا ما شغالين بي، بس هي الهن ما عرفوا انها ماتت
عيالي يتدردقوا في الارض يا اخي النسوان، والله العظيم القذارف كلها تجمعت في بيتي بسبب الوضع ده. بنات اغمي عليهن يا اخي. ولدي المبارك يقول لي ابوي ماني جايكم تاني انا في السعوديه، خلاص ما دام يعني ام حياه ما، فانا ما اجيكم تاني. تخيل يعني. فهذه من فيصل، هذه من فيصل والله. هذا ولا واحد في المليون من ما يمكن ان يقال عنه. سمعتم إلى كلام زوجها عنها، ماذا أعلق وماذا أقول؟ كلام حقيقة يعني لم نكن نسمعه إلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن التابعين والتابعات. فهل يوجد فعلا يعني شخصيات صالحة بهذا يعني الوصف الجميل في زمننا هذا؟ الأمة لا تعدم خيرا. لم نكن نعلم عنها هذه الحقائق العميقة حقيقة، لكن إذا أراد الله عز وجل أن يكرم عبده سبحان الله هيأ له من يشهد له بالخير. يقول زوجها إنها لا تحمل حقدا ولا حسدا على أحد. بالمناسبة هي عاشت معه أكثر من 30 سنة، حوالي 37 سنة. تزوجها بكرا في المملكة العربية السعودية وعاش معها 37 سنة. وكما سمعتم ما أغضبته يوما، وتسعى لإرضائه ليلا ونهارا. لا شك يحصل ما يحصل من خلاف بين الزوجات، خلاف الذي هو ملح الحياة، ولكن يعني يحصل خلاف كبير ربما يؤدي إلى نزاع عظيم. لا، هذا الوصف العظيم أنها لا تحمل في قلبها حقدا ولا حسدا وصف نادر جدا لا تكاد تجده عند أحد. جميعنا نضعف في هذا الباب، وهو السبب الذي جعل ذلك الرجل أن يدخل بسببه الجنة. كان لا ينام وفي قلبه غل ولا حسد على أحد. هذه المرأة الصالحة كانت بشهادة زوجها بهذا الوصف. الأمر الثاني أمر عجيب غير مألوف وغير معهود على النساء أن يستقبلن ضراتهن في بيوتهن. هذا خاصة نحن معاشر الإريتريين ومعاشر من عاش في دول الخليج والعرب لا تقبل المرأة هذا أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الغيرة على النساء، فمن شدة غيرتها تكاد أن تقتل ضرتها. هذه المرأة لا يعني أنها لا تغار أبدا، بل هي تغار، ولكنها تكظم غيظها وغيرتها من أجل الله. تقول هذا أمر كتبه الله عز وجل وأباحه للرجال، فلماذا أنا أرفض أو أعترض أو أبدي الانزعاج من شيء شرعه الله سبحانه وتعالى؟ فبالتالي قالت كما وصفها زوجها أنها ليست مؤمنة إذا لم ترضى بقضاء الله وقدره. هذا العمل القلبي والإيمان بقضاء الله وقبول أحكام شرع الله عز وجل. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، من قبل المرأة المؤمنة التي تستقبل ضراتها. وهذا الوصف أصلا ليس وصفا شرعيا، ضراتها ليس وصف شرعي، وإنما الوصف الشرعي هي أخواتها، كما وصف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مجموعة من الأحاديث، يصف الضرة بأنها أخت لها، فتقول هؤلاء أخواتي. بلغت هذه المرأة من الإيمان والصلاح رحمها الله رحمة واسعة أن تقول زوجها أن هؤلاء أخواتي. هي كانت الثانية بالمناسبة، ثم تزوج عليها الدكتور شاماي وهو مزواج حفظه الله ورعاه، الثالثة والرابعة، وأعتقد أن أكثر من ذلك أيضا.
وهي تقبلت هذا الأمر. وكما سمعتم انظروا إلى هذا الإيمان وإلى هذا القبول. من هي اليوم التي تأخذ يعني زوجات زوجها فتعرفهن على مجموعة، تقول هذه زوجة زوجي، هذه زوجة زوجي، وهكذا تعرف. هذا نادر حقيقة في الساحة، دليل على سلامة صدرها ورضاها بقضاء الله عز وجل، وكذلك ولذلك نالت هذا الحب. نستمر في سماع شهادة زوجها لها، وهنيئا لها هذه الشهادة وهذا الكلام الطيب من زوجها الذي عاشرها. حتى في قضية التربية تقول له يا أبا عبد الله، رغم أنه هو أستاذ دكتور ومحامي كبير، ولكن المرأة الصالحة في البيت تكون حقيقة عونا لزوجها على طاعته حتى لو بلغ ما بلغ من الدرجة العلمية. انظروا ما تقول له: لا تضرب الكبار، اليوم مفترض أنت تصاحب أبنائك إذا بلغوا سن التكليف، فلا تمد يدك عليهم. هكذا بهذا الأسلوب الجميل تعين. نستمر. حقيقة أنا لا أريد أن تستمعوا مني أكثر مما، لكن أريد أن أعلق. هي رسالة للأخوات: يا من تزوج عليك زوجك اتقي الله وانظري إلى هذه المرأة الصالحة كيف ختم الله لها. نحن كلنا سنموت وكلنا عندنا موعد مع الله عز وجل. احرصي على هذا الموعد، لا تهملي هذا الموعد حتى لا تكوني من الخاسرات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: لقد رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة قامت من سطة النساء فقالت: ولم يا رسول الله؟ قال: تكثرن الشكاه وتكفرن العشير. نستمع. الذهب اللي غيرته لما عبد الله ذهب، يعني اقول لك يعني هذا ما انسانه عاديه والله. ابو عبد الرحمن ما انسانه عاديه، هذه ما انسانه عاديه ابدا والله. شوف كيف الناس حاجه لما تجيهم كده يعني هبه من رب العالمين، فضلها ما يعرفوه. لكن هذه ما انسانه عاديه والله العظيم، انسانه لا يمكن ان تغضبك، لا يمكن ان تغضبك. الامر راك تتعامل معك كانك طفل صغير، هي اللي تعرف مصلحتك، انت ما تعرف مصلحتك. والله وبالله يا عبد الرحمن، انا ما امشي اقطع علي ملابس، انا هي تمشي تقطع علي، تختار يعني اجمل الثياب، تشيل اولاده وتمشي الخياطين بتاعت البنطلونات ديك، اخذ مقاسه وتختار لي هي الالوان حسب ذوقها هي. ورب الكعبه انا لا افهم حتى الالوان كيف تتنسق في اللبس. ممكن انا البس الاسود مع الابيض مع ما شفت كيف؟ هي الازرق مع ما تقول لي لا هذا ما يناسبه، خلي هذا، البس هذا. ما عندك خلاص ما تلبس سديري، امشي بدون سديري. السديري التي لا تناسب اللبسه ما تخليك تلبسها تطلع بها. شفت كيف؟ انسانه عجيبه 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 والله. انا ما قطعت لنفسي ثوب يا ابو عبد الرحمن، ملابسي ذات هي اللي تختارها والله العظيم. حتى بدلي يا اخي انا اقول لها كده كفايه، ما ينفع كده، ما يجوز. تقول لي انت يا اخي ما معقول يا اخي، ما قاعد في الباديه، انت الان هنا موجود في المدينه، وبعدين انت يا اخي زول شغال وتقابل الرجال ولا الناس، لا بتلبس كويس يا اخي. كل ما يعجبك كل، بس ما يعجب الناس ما سمعت. ربنا يرحمها ويحسن اليها، ما يمكن تعويضها هذه ابدا، لا تتعوض هذه. بس نسال الله سبحانه وتعالى يجمعنا بها في الاخره والله. ولن يخيبها رب العالمين ابدا والله، لن يخيبها رب العالمين والله. يوم ما طلبت حاجه لنفسها تطلب للناس بس: عبد الله الحق فلان، سوي لفلان، اعمل لفلان. والله يعني سبحان الله، يوم الخميس بالليل، هي الجمعه بكره تموت، يوم الخميس بالليل داخله معي. شفت كيف؟ وكان عندها اختبار كل الشريعه يعني في زكاه بهيمه الانعام، اراجع معه كده بعد هي سالتني الفرق بين النصاب والوقص وكده، وشرحت لها ربنا يرحمها. ثم قالت لي عندنا 3 صلات رمضانيه مع الاخوات، بالله فلان يعني أدي فلان كده عشان يوصلها لزوجته في صلى في السودان، أدي فلان كده عشان يوصلها لزوجته صلى في منطقة كده في السودان. يا أخي يعني أقول لك إيش أنا يعني، والله العظيم شيء ما يوصف والله، والله العظيم. ربنا يرحمه ويحسن إليها. لا تعليق أيضا على هذا الكلام الطيب المبارك. يقول: لا يمكن تعويضها. أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4: خديجة بنت خويلد، ومريم بنت عمران،
وآسيا بنت مزاحم وفاطمة بنت محمد. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذا يدل على أن في كل زمن فضليات ولكنهن قلة. أنا أعتبر الله أعلم أم فيصل من هذه القلة التي ترعى زوجها وتذهب إلى الدكاكين والمحلات وتقوم وتدلع زوجها وتدلله. هي التي تختار له، هي التي حقيقة تقوم كما سمعتم من رسالة زوجها إلى هذا الحد تعتني به اعتناء كبيرا. اليوم النساء على غير هذا إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. لا نجمع، ولكن معظم النساء لا يهتممن بأزواجهن ولا يلتفتن، رغم أن المرأة سبب عظيم من أسباب دخولها الجنة وحصولها على رضوان الله عز وجل رضا زوجها، أن ترضي زوجها. لكن اليوم ما نتابعه في الميديا ونشاهده عداوة النساء لأزواجهن وعداوة الأزواج لزوجاتهن مع الأسف. تنتشر النكت السيئة حول النساء والتعبير السيء الذي يعكس صورة سيئة عن الزوجة، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بسبب تعنت المرأة مع زوجها وعدم احتسابها الأجر في أن فعلا تقبل يديه ورجليه حتى تصل مرحلة رضوان الله عز وجل. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هكذا قال نبي هذه الرحمة، ولكن الواقع مؤسف جدا ومؤلم. أتمنى النساء أن يستفدن من أم فيصل التي ختم الله لها بخير، هكذا نحسبها. إذا الوفاة يوم الجمعة من علامات حسن الخاتمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توفي يوم الجمعة أمن الفتان، أمن الفتان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، من قبض الله روحه يوم الجمعة يأمن من فتنة منكر ونكير. وهذه علامة من علامات الرضوان، غير الشهادة، شهادة الناس وشهادة زوجها. نتصل معنا الدكتور حسن سلمان إذا كان جاهزا، نستمع إلى تعليقه وإلى شهادته حول وفاة أختنا الفاضلة رحمها الله أم فيصل. ألو، من؟ دكتور حسن سلمان، حياكم الله في هذه الحلقة الخاصة عن وفاة أختنا أم فيصل الجمعة أي فرح عبد الله أحمد. استمعنا سويا إلى شهادة زوجها لها بهذا الخير، هنيئا لها هذا الكلام. نريد أن نسمع تعليقكم، وأنتم دكتور حسن سلمان نائب رئيس مجلس شورى رابطة علماء إريتريا، فمعكم الميكروفون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، كما قال الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وثانيا نعزي أنفسنا ونعزي كذلك الأخ عمر شاماي وهو زوج المتوفى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمه ويلهم أسرته ويلهم أبناءه ويلهم الأقرباء كذلك، يلهمهم الصبر وحسن العزاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم أم فيصل رحمة واسعة، وأن يتقبلها قبولا حسنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لا شك بأن من أكبر الحقائق في هذا الوجود حقيقة الموت،
فالموت لا يختلف فيه الناس، الكل يقر، المؤمن وغير المؤمن يدركون بأن هنالك يوم سيقدم عليه الناس، وكل حي لا بد له من أن يلقى هذا المصير المحتوم وهو مصير الموت. والموت عبر عنه القرآن الكريم بهذه الحقيقة الوجودية الكبرى، بأن الإنسان مقدم على هذا الموت، وأنه سيلقى هذا الموت وسيذوق هذا الموت، كما قال الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذا الموت حق وله مذاق. وكذلك عبر القرآن الكريم بأن هذا الموت مصيبة، كما في قوله تبارك وتعالى: إذا أصابتكم مصيبة الموت، فالإنسان يصاب بهذه المصيبة وتحدث وتقع عليه، وسماها الله تبارك وتعالى مصيبة. والمصائب بشكل عام الإنسان عليه أن يتعامل معها بمنطق الابتلاء، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذه المصائب عبارة عن ابتلاءات تقع على هذا الإنسان، لأن طبيعة الحياة هي طبيعة ابتلائية. ونبلوكم بالخير والشر فتنة، ويبتلى الإنسان بالخير ويبتلى الإنسان بالشر، وفي كل الأحوال لا بد أن يصبر ولا بد أن يشكر. إذا أصابه الله تبارك وتعالى بخير شكر، وإذا أصيب بغير ذلك صبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمر المؤمن كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالإنسان يتقلب بين الصبر وبين الشكر. والأمر الثالث الذي أيضا أشير إليه في هذه المداخلة هو أننا في مثل هذه المناسبات، خاصة بعد الموت، مقامنا هو مقام الشهادة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والمسلمون شهداء على بعضهم وشهداء على غيرهم. أنتم شهداء الله في الأرض، فمن شهدتم له بالخير فهو إلى الخير، ومن شهدتم له بغير ذلك فكذلك. ولذلك نحن اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى وفي مثل هذا المقام نستذكر محاسن موتانا، ونستذكر محاسن وأفضال من توفيت. ولا شك أقرب الناس إليها في هذا الموضوع هو الزوج الذي عاش معها لفترة طويلة، يعرف دينها ويعرف خلقها ويعرف كثير من خفاياها ما لا يعرفه الناس. ولذلك هذه الشهادة التي أدلى بها الزوج هي إن شاء الله من الشهادات الطيبة المباركة التي يكون لها أثر بإذن الله سبحانه وتعالى في المتوفى بطبيعة الحال، لأنها شهادة صادرة عمن يعرف هذه المتوفى. وكذلك الآخر، وكذلك الذين يعرفونها، وإنما هم يشهدون كذلك شهادة الحق، يشهدون بما علموا لها من خير وما علموا لها من أفضال. وهذه الشهادة تؤدى خاصة بعد انتقال الإنسان، فإن الإنسان يؤدي هذه الشهادة أنه يعرف عن فلان كذا ويعرف عن فلان كذا، أنه يتصدق، أنه يصلي، أنه يصوم، أنه قوام، أنه صوام، وهكذا. هذه الشهادات سبحان الله لها الأثر الكبير في النفس البشرية بالنسبة للأحياء، خاصة أقرباء الشخص الميت، فإنهم يستفيدون من هذا الإخبار ويستفيدون من هذه الشهادات، كما يكون لهذه الشهادات أثرا أيضا في الأباعد وليس في الأقارب فقط. حتى من يسمع هذه الشهادات فإنه بطبيعة الحال ترسل له رسائل دعوية، رسائل وعظية. وما أحوج الناس اليوم في هذا الواقع المادي البائس، ما أحوجهم إلى التذكير بأعمال الخير، وما أحوجهم إلى التذكير بالأفضال، وما أحوجهم إلى التذكير بما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولا شك نحن اليوم بلا شك نفقد يعني أخت فاضلة شهد لها الأقرباء وشهد لها كذلك من يعرفونها بأنها كانت صاحبة دين وصاحبة خلق وصاحبة أفضال عظيمة. فلا شك أن الفقد فقد عظيم وفقد جلل، ولكن ليس أمامنا إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. وختاما أعزي الأسرة الكريمة
وعلى رأسهم فضيلة الشيخ الدكتور عمر شاماي والأبناء والأحفاد، وكذلك أقرباء الزوجة المتوفاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمهم الصبر وحسن العزاء، ولا نقول إلا ما يرضي الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان، نائب رئيس مجلس شورى رابطة علماء إريتريا، كنت معنا عبر اتصال هاتفي، شكرا لك. كتب أيضا الدكتور عبد الرحمن علي بقيت أبو فاطمة، وهو صديق الدكتور عمر شاماي وكان جار لها، يقول: المرأة التي بكاها الرجال قبل النساء. رحم الله أم فيصل أختنا وجارتنا وزوجة أخينا وحبيبنا الدكتور عمر شاماي، فقد كانت امرأة استثنائية بكل المقاييس، قلما يوجد مثلها في حب الخير للغير. شهد لها بذلك الغريب والقريب، حتى أن حبها للخير طغى على مشاعرها الأنثوية، فكانت تعامل ضراتها وأخواتها، وهذه لعمر الله محمدة ومنقبة قلما توجد في بناء حواء. رحمك الله يا أم فيصل، فقد تركت سيرة حسنة وذكرا طيبا، وكما قيل: الذكر للإنسان عمر ثاني. كنت تنصحين صديقاتك وجاراتك بالالتحاق بحلقات تحفيظ القرآن الكريم، وكنت تستعجلين العودة من القاهرة لئلا تتأخري عن الحفظ والمراجعة، ولكن الله اختارك عنده، وما عند الله خير وأبقى. كنت محبة للناس فأحبوك، ولعل الله نظر إلى قلبك الطيب فوضع لك القبول في الأرض، كما جاء في الحديث: إني أحب فلانا فأحبوه. فالكل يثني عليك ويدعو لك. تفطرت القلوب وذرفت العيون لرحيلك المفاجئ. أسأل الله عز وجل أن يرحمك برحمته الواسعة، ويسكنك فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إنا لله وإنا إليه راجعون. عبد الرحمن أبو فاطمة، عضو مجلس شورى رابطة علماء إريتريا، هكذا كتب عن أم فيصل. أم فيصل بالمناسبة أيضا ماتت وهي على الطاعة. كيف؟ هي سافرت إلى القاهرة لتزور أخواتها وإخوانها، وتقف على أبناء أخواتها وأبناء إخوانها، فكانت صلة الرحم. فهي في عمل عظيم وهو صلة الرحم، من أفضل القربات بعد التوحيد وبر الوالدين يأتي واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فصلة الرحم بلا شك لا تخفى على شريف علمكم. فهي كانت في وسط هذه الطاعة، ولم يكن في بالها أنها ستجري عملية جراحية، وفي أثناء العملية الجراحية بعدها خرجت، ثم فاضت روحها الطيبة إلى ربها. إذن هي كذلك ماتت في طاعة، ومن مات في طاعة فلا شك أنها علامة من علامات الخير. نستمع إلى فيديو لأحد أقاربها في المقبرة، انظروا ماذا يقول عنها، كلاما طيبا. إن كان الفيديو طويل لكن ممكن نحن نختصره قليلا بعدما نقدم المقدمة، بعدها نستمع إلى هذا الكلام الطيب. وهو يعتبر في وسط المقبرة تحدث رجلان، أحدهما هذا القريب، الحقيقة هذا من تقصيري لا أعرف ما اسمه، وربما بعد أن نلتقي إن شاء الله ونتصل بدكتور شاماي يعرفنا بهذا الأخ. مع الفيديو. وهذا الوداع الذي نحن فيه الآن إنما هو تذكرة للغافل، لكي نتذكر أن هذا هو نهاية حياتنا، وأن الميت إذا مات قامت قيامته. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور.
الذي خلق 7 سماوات طباقا الشعرة من العجين. وإن فقيدتنا هذه أسأل الله عز وجل أن يرحمها ويرحم أموات المسلمين في هذه الجبانة. إن فقيدتنا هذه قد أثنى عليها خلق كثير من خلق الله، وهذه شهادة ونحن شهداء الله في أرضه. جمعة رحمها الله تعالى وأسكنها فسيح جناته مع زمرة المسلمين ومن جاوروها في هذا الجوار، شهدوا لها أنها كانت امرأة صالحة مطيعة لزوجها، صوامة قوامة مطعمة للطعام مكرمة للضيفان، كان بيتها مفتوح. شهد بذلك القاصي والداني، شهد بذلك من زار منزلها وأتى إلى دار زوجها. رحمها الله تعالى أم فيصل، قد انتقلت في شهر عظيم من أشهر الله عز وجل الحرم، شهر رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، وانتقلت في يوم الجمعة 27 من شهر رجب في الإسراء والمعراج، وفاضت روحها في الساعة المباركة من يوم الجمعة عصر الجمعة. هذه كلها موافقات لا يهيئها الله عز وجل إلا من أراد له الخير، وتعتبر من عاجل بشرى المؤمن، وبما نحكم به نحن الأحياء على طيب الأموات. ولدت يوم جمعة وعاشت سعيدة مسعدة غيرها، مربية لأبنائها أفضل تربية، مطيعة لبعلها، فقد انطبق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة المسلمة. نعم، إن المرأة المسلمة إذا صلت فرضها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من حيث أبوابها شئت. معنا الشيخ محمد عبد الله، عضو مجلس الشورى وأحد الدعاة المعروفين، في كلمة موجزة حول وفاة أختنا الكريمة أم فيصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا فضيلة الشيخ، تفضل. تحية عطرة لكم شيخنا الشيخ برهان، بارك الله فيكم على هذا الجهد المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يثقل به موازين حسناتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أتقدم بخالص التعازي لأخينا الغالي الدكتور عمر شاماي في مصابه في زوجه الأخت الفاضلة أم فيصل. أسأل الله عز وجل أن يلهمه الصبر والسلوان، وأن يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته. أم فيصل هذه الأسرة المباركة، أسرة أي فرح، أنا عاشرتهم وعاصرتهم منذ زمن بعيد. أخوها الشيخ الفاضل شيخي، أول من تتلمذت عليه الشيخ سراج أي فرح رحمه الله تعالى، مؤذن لأكثر من 25 سنة لمدة 30 سنة وأكثر. فأخته الأخت أم فيصل عليها رحمة الله ورضوانه وبركاته ورحماته. أسأل الله عز وجل أن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وأن يجعل مسكنها الفردوس الأعلى. لا شك أن ما سمعناه من مآثر عن أم فيصل هذا أنا أعتقد أنه يثلج الصدر، وأن الذي نزل بها من موت فإنما أنا في اعتقادي أنه لأجل أن تلتحق بالرفيق الأعلى، لأجل أن تنال أجرها العظيم عند الله سبحانه وتعالى. الشفقة والحزن علينا نحن، نسأل الله أن يختم لنا بالصالحات. أما هي فقد عملت لآخرتها، أحسبها كذلك والله حسيبها، ويكفي في ذلك شهادة زوجها لها بالصلاح والإيمان، يكفي هذا. فشهادة زوجها يكفي لها أن تكون من أهل الجنة.
لا مجال لكثير من الكلام بعد كلامكم شيخ برهان وكلام أخينا الدكتور عمر شاماي، ولكن أقول أسأل الله عز وجل أن ينزل عليها شأبيب رحماته، وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها، واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقيها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة. اللهم إنها وافدة عليك فأكرم وفادتها يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وشكرا لكم شيخ برهان. شكرا شيخ محمد عبد الله على هذا الاتصال وعلى هذه الشهادة، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. نواصل الحديث في مآثر هذه المرأة الصالحة رحمها الله وتقبلها عنده، في تسجيل أيضا صوتي لزوجها الدكتور عمر شاماي حفظه الله ورعاه. السلام عليكم ورحمة الله. اخواني الكرام، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. الشيخ برهان، دكتور جلال الدين البروف، جزاكم الله خير. الشيخ أبو فاطمة، دكتور عبد الحميد، الإخوة الأفاضل، جزاكم الله خير على ذكركم الحسن لمن فيصل، وهذا فعلا يعني جزاكم الله خير، يعني من طيب أصولكم، جزاكم الله خير، يعني الله يكرمكم ويبارك فيكم. يعني فيصل صراحة يعني فقد جلل هي، أنا والله ما فقدت امرأة وإنما فقدت أمة بأكملها. فيصل إنسانة تقدم رضانا على رضاها، تتنازل من حقوقها والله العظيم عشاننا، يعني تتنازل عن كل شيء من أجل أن الناس ما يغضبوا ولا يأخذوا في خاطرهم. والله العظيم أنها يعني في بالذات في مسألة تعاملها مع ضراتها، يعني أنا يعني مهما حكيت لكم صراحة ممكن جزء من ذاتك قد لا تصدق، يعني قد لا تصدق والله. حتى النساء جزء منها غيورات جدا. يا فيصل انت اللي قاعد تخرب ابو عبد الله، يقول لها تخيل، يعني انت اللي قاعد تخرب ابو عبد الله. اي ضره يجيبها جديده تستقبليها وتحتضنيها وكانها اختك. انت قاعد تخرب علينا بعد النسوان الغيورات جدا يقولوا لها مثل هذا الكلام يعني. لكن هي تقول لهم يا جماعه الخير، هي دنيا، هي دنيا، فايته فايته، متى ارحل ما ادري. اليوم انا اوصي علاقتي باخواتي وبزوجي، وبكره انا اموت، ماذا استفدت انا؟ أنا أفكر أن في أي لحظة ممكن ربي يقبضني، فلا يمكن أن أخرب آخرتي بدنياي. صدقون هذا كلامها دائما. وتقول لي يا أبو عبد الله أنا ما أتعامل ما أتعامل بمفهوم ضرة، أتعامل بمفهوم أخت في الله بس. الناس حتى الأكل النسوان يعني يغضبوا يغاروا من أيدي الرجل. صحيح أي امرأة تريد أن تنفرد بزوجها وترتاح معه أكثر يعني، لكن الناس حتى الأكل يعني يشبعوا منه يعني. فتقول سبحان الله، تقول أنا أتعامل معهن كأخواتي في الله، أعتبرهن أخواتك بس وضيوف جوني في بيتي، فلا يمكن أن أسيء لهم ولا أنا أتحسس منهم. صحيح جو في بيتي لكن هم شركاء معي في هذا البيت، ما دام هم زوجاتك. أي إنسان يذكر اسمك ويجي، أنا شئت أم أبيت يجب أن أستقبله وأكرمه، حتى على أسوأ الفروض نفرض بينه وبينه شيء هذا الشخص، لكن لا يمكن في بيتي إذا جاء ويقصدك أنت أن أسيء له من أجل أن أنا بينه وبينه أمر يعني. فأم فيصل سبحان الله عاشت معي 32 سنة، ما أغضبتني يوما وما قالت لي يوما أنا ما فعلت لي ولا سويت لي، بل تقول لي افعل للآخر. والله من ضمن الأشياء اللي أذكرها لكم، يعني أول مرة جتنا مع عبد الله، وهي زوجتي الكبيرة مع عبد الله ولدي، أول مرة جت هي هنا في البلد دي، قالت لي الآن مع عبد الله ما ترجع بحالتها، ماشية السودان، جتنا وقعدت معنا فترتها هي وعيالها ويرجعوا لدراستهم للسودان. فقالت لي الآن مع عبد الله ما ترجع كده، يعني اشتري لي شوية يعني إن شاء الله 10 جرام ذهب
يعني ألبسها الذهب. قلت له يا فيصل أنا الآن كل اللي عندي وراي قدام دفعت هنا، الآن اعتمروا الحمد لله وقعدوا فترتهم، المرة الجاية نسويها، الآن أنا ما عندي قروش. قلت له كده ومشيت أنا دوامي. بالليل لما جيت أنا لقيت مع عبد الله يدها مليانة ذهب. وين جبت مع عبد الله ده؟ قالت لي فيصل شالتني ودتني سوق الذهب واشترت لي هذا. وين يا فيصل؟ قال لي الذهب اللي كان المهاري الذهبي اللي كان في يدي ما مقاس مع عبد الله شوي، انا يدي كبيره مع عبد الله يدها شويه نحيفه، فانا يعني بعته وغيرته لها للذهب على مقاس مع عبد الله. بالله عليكم هل سمعتم خلق هذا في حياتكم كلها؟ هذا ممكن الانسان ما يصدقها، لانه انا ما قلت لك، واحد ثاني وقال يمكن ما تصدق، لكن والله هذا الذي حصل، والله العظيم هذا الذي حصل. حتى مع عبد الله يعني قالت انا بعبد الله الان هذه المراه يعني اكرمتني بهذا الشكل، ايش سوى انا الان؟ انا مهري بقر يا ابو عبد الله، اعطيها من البقر حقي راس. هناك مع عبد الله في بقرنا، فمع عبد الله اعطتها بقره من اجل انها ما اعطتني انا كمان اعطيها حاجه، وان كان حق فيصل ممكن كذا بقرات وليس بقره واحده يعني. وبارك الله في بقرتها اللي اعطتها اياها مع عبد الله، ووصلت يعني تقريبا 5 رأس. وعلمت أن أتكلم مع ولد عمي يعني أنه عنده 7 بنات ما شاء الله، وعنده ولا ولد واحد، وبهيمة راحت منه وأصبح فقير، وأنا دائما أتواصل معه كده وأرسل له وأتعاون معه وكذا. فقال هذا ولد عمك عنده 7 بنات؟ لا إله وما عنده شيء. أيوه أنا قالت لي البقيرات حقتي كلها أديه له، أريدها لوجه الله لي ولوالديني قالت لي. فأعطت البقيرات حقتها لهذا الرجل المحتاج من أجل أن يربي بها بناته يعني. ففيصل مآثرها والله العظيم يعني ما تغطى بهذا، ما تغطى بهذا، مآثرها كبيرة جدا. ربنا يتقبلها ويحسن إليها ويجمع بينها في جنات النعيم. يعني لو أنت فتشت امرأة بمواصفات كهذه مهما استخرت واستشرت قل أن تقع في مثلها، لكن ربنا سبحانه وتعالى كده قدر أن يوقعك فيها، يعني زي ما تقول هبة ربانية. ومثلها يعني صراحة الزمن اللي عاشته ذاته كثير، لأنه أساسا أحس كده أنها ما إنسان بتاع الدنيا، إنسان بتاع الآخرة هي. ربنا يتقبلها ويحسن إليها ويجعل مثواها الجنة. فالدنيا دار ممر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا اللقاء الآخر في دار المقر. أنا شاكر ومقدر لكم والله، يعني أنتم كفيتم ووفيتم ما تركتم شيء والله. بارك الله فيكم والله، شكر الله لكم. أخونا أبو فاطمة، أخونا دكتور جلال الدين، يعني جزاك الله خير. هناك في القاهرة وثم في المجلس هنا أنا والله عاجز عن شكركم، يعني جزاكم الله خير. أبو فاطمة تكلمت ما فيه الكفاية، أنا والله يعني ما أستطيع أقول أكثر من كده. ربنا يجزيكم خير ويبارك فيكم ويجمعنا بمفيصل هنا وإياكم وكل من نحب في الفردوس الأعلى إن شاء الله. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. ماذا أقول؟ ما شاء الله تبارك الله، مواقف وقصص عجيبة ما كنا نسمعها إلا قديما. ضرتها تدخل بيتها وتجلس وتأكل معها في ظل محاربة التعدد في هذا الزمن ونشر البغض والكراهية بين الأزواج والزوجات. هذه المرأة تستقبل أختها في بيتها وتأكل وتشرب عندها في البيت، لا وربما تهيئ لها غرفة النوم لزوجها. كل هذا من قبل أم فيصل. فإذا جلست شهر أو شهرين في كامل الاحترام والتقدير والسعادة وأمور خفية أخرى كان يحدثنا عنها الدكتور شاماي، تعود هذه المرأة التي هي الزوجة الأولى وهي كانت تقيم بالسودان، فينتهي الوقت وتريد أن تعود إلى السودان، فتقوم أم فيصل ببيع ذهبها الذي هو يعني أصل مالها، الذهيبات التي أمهرها به الدكتور عمر شاماي تبيعها وتهديها لأختها. أي خلق هذا؟ أي خلق هذا؟ يعني قبلنا أنها مثلا ضغطت على قلبها واستقبلتها في البيت، كمان تبيع الذهب وتؤتي لأختها تقول كيف تعود زوجتك إلى البلاد من غير ذهب؟
والله هذه أخلاق الصحابة، هذه أخلاق الصحابيات الطيبات المباركات. أين تربت هذه المرأة؟ أين سمعت هذه الأخلاق؟ أكرم وأنعم لمن رباها. العم أي فرح رحمه الله وزوجته الطاهرة أنجبن هذه المرأة الصالحة التي نحن اليوم نفرغ وقتا كبيرا من أجل أن نتحدث عنها. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة. معنا الدكتور عمر شاماي زوجها، إذا كان جاهزا ابعث له الرابط، هو الآن جاهز، وإذا لم يكن جاهز نستمع إلى كلمة الدكتور جلال في رثاء هذه المرأة الصالحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور عمر شاماي أبو عبد الله، أحسن الله عزاءكم وغفر لفقيدكم أو فقيدتكم وأسكنها فسيح جناته. وأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع المتابعين ونيابة عن الشعب الإريتري تقدم إليكم بأحر التعازي في وفاة الفقيدة أم فيصل الأستاذة جمعة أي فرح عبد الله أحمد. فنحب أن نسمع نبذة عن سيرتها العاطرة، وقد سمعنا الكثير في تسجيلاتكم، لكن بقي متى كان الزواج وكم أنجبت وأين تعلمت وأين درست، ثم ماذا تقول في هذه الفترة. ونريد منك أيضا أنا سمعت أنك راضي عنها، لكن أريد أن أسمع منك وليس من غيرك، وأيضا يسمع المستمعون والمستمعات إلى هذه الشهادة عبر الهواء مباشرة. فأهلا وسهلا بالدكتور عمر شاماي عضو رابطة علماء إريتريا. طيب إذا حصل خلل مشاهدينا الأكارم، نعود إن شاء الله للدكتور شاماي. الآن نستمع إلى كلمة الأستاذ الدكتور جلال الدين محمد صالح رئيس مجلس شورى رابطة علماء إريتريا، فليتفضل. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الموت وخلق الحياة ليبلونا أينا أحسن عملا، وكفى بالموت واعظا، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ما من أحد منا إلا وسيرحل من هذه الحياة إلا أنه ينتظر يومه الذي فيه سيذهب. والموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا، مريضا ولا صحيحا، إنما هي الآجال إذا جاءت في حينها فلا بد من مغادرة هذه الحياة. وكم هي نعمة من الله أن يموت المرء مسلما، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الإسلام هو النعمة العظيمة التي يموت عليها الإنسان. نسأل الله عز وجل أن يحيينا ما كانت الحياة خيرا لنا، ويطول أعمارنا ويحسن أعمالنا، ويبارك في ذرياتنا وأبنائنا، ويرحم موتانا جميعا. أيها الإخوة، طلب مني أن أتحدث عن أم فيصل، هذه المرأة الفاضلة وهذه الأسرة الكريمة. أعرفها تمام المعرفة، جاورتها وتجاورنا وتزاورنا. كنا في الرياض نأتي إلى بيتها فنجد منها كل ترحاب، ونجد منها كل تقدير، ونجد منها كل احترام. أهلنا وهي تقاربا وتجمعا وتعاشرا، أسرة كريمة. وأذكر ذلك اليوم الذي سافرنا فيه معا من الرياض
إلى دبي، ومن دبي إلى ماليزيا الدكتور عمر شاماي وزوجه أم فيصل رحمة الله عليها في مؤتمر إسلامي في كوالالمبور، فكانت رحلة جميلة اصطحبت فيها زوجها جزاها الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يرحمها ويغفر لها. الجميع شهد لها بالخير، والله ما شهدت إلا بما رأيت، وما شهدت إلا بما علمت، وما كنا للغيب حافظين، ولكن ظواهر الأعمال تدل غالبا على صلاح النية. امرأة مصلية عابدة طائعة لزوجها، وهذا أعظم ما تفوز به المرأة يوم لقاء ربها. لا نملك إلا أن ندعو الله لها، وأن يجمعنا بها في جنات الخلد على سرر متقابلين، وأن يبارك في ذريتها وفي نسلها، وأن يصبر زوجها الدكتور عمر شاماي. وإني لأشعر أنه فقد زوجة من أفضل النساء في هذه الدنيا حسب ما أعلم وحسب ما رأيت، رحمة الله عليها. ختاما أيها الإخوة، هذا هو الموت، يفرق بين المرء وزوجه، يفرق بين المرء وأبيه، يفرق بين الأخ وأخيه، ولا بد أن يأتي يوم ولا أحد يملك أبدا، لا أحد يملك أبدا أن يتمرد على الموت. الموت آت. وأختم حديثي هذا بقصة قرأتها وأظنها تفيدكم، وهي قصة إنسان ملحد قرأتها في كتاب لسياسي. الموت. مشاهدي الأكارم، معنا الدكتور عمر شاماي زوج المتوفى رحمه الله تعالى أم فيصل، فأهلا وسهلا بالدكتور عمر شاماي. صلاة على النفس ونيابة عن المشاهدين والمستمعين والمستمعات، أعزيكم في وفاة الفقيدة، وأسأل الله تعالى أن يجعلها من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. أهلا وسهلا بكم. ما أسمع شيئا دكتور عمر. أبو عبد الله. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حبيبنا الغالي، أحسن الله عزاءكم وجبر مصابكم وجعل أم فيصل في الفردوس الأعلى من الجنة. في بادئ ذي بدء، أنتم الآن على الهواء مباشرة في قناة سلام. نحب أولا أن نقدم تعازينا الحارة لكم والأسرة الكريمة ولأبنائها وإخوانها وأخواتها، وانطلاقا أيضا استمرارا لهذه الحلقة التي خصصناها في رثائها وفي الدعاء لها، أن نريد نبذة مختصرة عن سيرتها، متى ولدت ومتى تم الزواج وكم عندها من الأبناء، وبعد ذلك إن شاء الله نسألكم مجموعة من الأسئلة حول ما قدمتموه أيضا من تسجيلات طيبة في سيرتها رحمها الله. فمعكم الميكروفون. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. حسن الله عزانا وعزاكم. أم فيصل ليس فقد زوجها ولا فقد أسرتها، أم فيصل فقد أمة، والله فقد أمة. أم فيصل فقد أمة كاملة، والله عاشت لتسعد الآخرين كالشمعة تضيء للآخرين. ربنا يغفر لها ويرحمها، ربنا يغفر لها ويرحمها ويجعلها من أصحاب اليمين. أم فيصل ما فقدتها أنا لوحدي ولا أبنائي لوحدهم ولا أسرتها لوحدها، بل فقدتها أمتها بالكامل. كانت شمعة لكل من حولها وكل من عرفها، ربنا يتقبلها ويحسن إليها. لم يكن عندها طلبات لنفسها. أم فيصل كانت طلباتها لإسعاد زوجها ولإسعاد الأمة من حولها. ربنا يرحمها ويحسن إليها. عاشت مرضية لله سبحانه وتعالى ومرضية لزوجها ولكل من حولها، والله ربنا يرحمها ويحسن إليها.
فتفضل يا شيخ. طيب رحمها الله رحمة واسعة. متى ولدت وأين عاشت؟ يعني نريد بس نبدأ حول هذا الموضوع. الله يكرمك. هي ولدت في صنعاء المملكة العربية السعودية، وعاشت في جدة. ولدت عام 1975 رحمها الله رحمة واسعة. أنا ظننت أنها من مواليد السعودية. هي ليست من مواليد السعودية. هي ولدت في صنعاء، وجاءت صغيرة جدا يعني عمرها 2 سنين. وعاشت في جدة حياتها كلها في جدة والمملكة العربية السعودية. جميل. عمرها يعني 2 أو قرابة 2 كانت صغيرة جدا يعني. فعاشت في جدة ليكتب الله الزواج بيني وبينها. سبحان الله. متى كان؟ من أين كنت أجدها؟ عام كم؟ أي نعم كان مكتوبة. نعم. عام كم كان الزواج شيخ شامعي؟ عام 1994. 1994. نعم. يوم الاثنين 1/1/1414 تزوجنا أنا وهي. سبحان رحمة الله عليه. رحمه الله. الآن 32 سنة. 32. هذه السنة 33 سنة الآن، بالسنة هذه الآن الأوشك التنتهي. وكانت الزوجة الثانية أليس كذلك ولا الأولى؟ وكانت الزوجة الثانية، وتزوجت بعدها 2 أخريين. الله وبالله إنها أمة لحالها، والمجتمع الثاني أمة يعني لحال. هي ليست امرأة واحدة، هي أمة. سبحان الله. أسعدتني أيما إسعاد، ما أغضبتني يوما من الأيام، ولا طلبت مني طلبات خاصة تخصها. كنت آتي إليها حتى بزوجات التي يعتبرن ضراتها فتكرمهن وتحسن إليهن. والله العظيم حتى أتيتها مرة ب2، واحدة في السرير هذا وواحدة في السرير هذا، وبينهما واضعة قهوتها وتسقيهن القهوة. لا يتحركون من أماكنهم، تؤكلهم وتشربهم وتسقيهم القهوة وتحسن إليه. الله يجزيك خير. وتطلب ولو أنا رفعت صوتي على إحداهن تشاكلني أنا، تقول لي يا أبو عبد الله ليش؟ والله العظيم. يا سلام. وتقول لي أنا لا أتعامل مع زوجاتك، ما في حاجة اسمها ضرات. هي الدنيا كم حنعيش في الدنيا نحن؟ هذه أخواتي في الله، ما دام أنت رضيت بهن فهن أنا رضيت بهن خلاص. الله. ما شرع الزواج بتعدد الزواج رب سبحانه وتعالى إلا لحكمة نحن علمناها من جهلنا، ولا بد أن نقدم رضا الله عن ما كرهنا. الله. هنيئا جزاه الله خير الجزاء. نعم والله. هنيئا. والله العظيم نموذج ما يتكرر، نموذج لا يتكرر. لا يعني ربنا سبحانه وتعالى قادر، لكن نموذج قل أن يتكرر مثله. نعم إن شاء الله في الأمة خير. مرة جاءت أي والله أول ما جاءت زوجتي اللي هي أكبر منها، أتكلم والله. نعم واصل أسمعك مستمتعين. أول ما جاءت زوجتي الكبيرة عندها مع عبد الله. كانت لا إجازتهم كانت 3 أشهر ويريد أن يرجعوا للسودان. قالت لي مع عبد الله لا ترجع كذا، اشتري لها الذهب. قلت له فيصل ما عندي فلوس. فقال لي يا أبو عبد الله لابد أن تشتري لها شيء، لأن قال الآن أنت لم تجد هنا الفلوس، ولكن يقال أن زوجته التي هو معها قالت له إما أن تكسونها سويا أو تتركها. فأنا لا أريد أن يقال هكذا، فقلت له أنا ما عندي قروش. مشيت الدوام والله المسها أخذتها مشت بها البطحة وباعت ذهبها مهرها الخاص باعته، لأن يدها شوية أكبر من يد مع عبد الله، فاشترت لها على مقاسم مع عبد الله ذهب. فلما جيت من الدوام وجدت مع عبد الله ما شاء الله يدها مليانة ذهب. الله. قلت لها من أين لك هذا؟ فقالت هي من فيصل. كيف كان موقف أم عبد الله؟ والله العظيم. فكانت أم عبد الله تقول أنا الآن هذه كيف أكافئها؟ هذه ما إنسان عادي، كيف أكافئها أنا؟ فمع عبد الله مهرها من البقر، فقالت لي يا أبو عبد الله يعني أنا أعطيتها واحدة من الأبقار حقي، خصص لها بقرة من الأبقار. فبارك الله في هذه البقرة فوصلت 5 راس. فسمعتني أتكلم مع ابن عمي عنده 7 بنات، يعني رجل يعني فقير وعنده 7 بنات. أتحدث وأقول أعطوه وفعلوا له وكذا. سامعاني؟ نعم قالت هذا عنده 7 بنات. قالت هذا عنده 7 بنات وما عنده شيء. قلت لها أيوه. قالت له طيب أنا البقرات حقته كلها أعطيته هي لوجه الله،
لتنفع أنا ووالديني إن شاء الله في الآخرة. الله مواقف عجيبة والله العظيم. أيوة. مواقف فبارك عجيبة. بارك الله في أبقارها لابن عمي هذا، إلى اليوم يشرب حليبها ويأكل لحمها. الحمد لله الحمد لله. أم فيصل كم أنجبت منك يا شيخ شامع؟ أم فيصل أنجبت لي 5 أولاد وبنية واحدة. أي نعم. وهم فيصل 5 أولاد والماحي وبنية واحدة. نعم، فيصل والماحي وإكرام البنت رقم 3، وسامر. فهؤلاء ال4 الآن في كندا. ما شاء الله. وفراس الذي بعدهم في ماليزيا الآن. أنا معي فقط الصغير هو سيف، عمره 15 سنة أنا. سبحان الله سبحان الله. أي نعم. وكلهم حفظوا القرآن الكريم أو معظمهم؟ الحمد لله كلهم. الحمد لله، حتى من لم يحفظ عرف أمور دينه وحفظوا الجزء الكبير منه الحمد لله يعني. ما شاء الله ما شاء الله. لكن هي كانت مهتمة أكثر من كلنا بالقرآن. ما شاء الله. هي كانت مهتمة أكثر من كلنا. والله العظيم المصحف لا يفارق يدها. لو عملت قهوة جنبها، لو طبخت في المطبخ جنبها، لو جلست جنبها، لو رقدت في السرير جنبها، المصحف هذا لا يفارق جنبها. ربنا يرحمها يحسن إليه. الله أكبر. اختبرت القرآن قبل أن تسافر بليلتين وسافرت. سبحان الله. يوم الخميس بالليل تواصلت معي. كان عندها اختبار أونلاين في الفقه، كان داخل كلية شريعة كانت. نعم. في الفقه كان في زكاة بهيمة الأنعام. نعم. فسألتني بعد الأسئلة ما الفرق بين النصاب والوقص وكذا، وشرحت لها واختبرت الحمد لله، وقالت الحمد لله أنا اطمنت. تصبح على خير أبو عبد الله. الصباح دخلت المستشفى على 1:30 الظهر والإمام يخطب، هي فارقت دنيانا الفانية هذه. ربنا يرحمها ويحسن إليها. سبحان الله. وماتت على خير. يعني آخر أعمالها يا شيخ شاماي، لو تحدثنا عن آخر أعمال. طبعا هي سافرت من أجل أن تزور أختها أو أخواتها أو شيء من هذا. ما سبب السفر؟ نعم. هي الله لا إله إلا الله. هي أمها وأختها توفوا في القاهرة، وأختها التي بعدها تركت مجموعة من الأطفال تقريبا 6. فكان يعني التأشيرات دخول مصر كانت صعبة. فسبحان الله قالت أنا أريد أن أزور بنات أختي وأخواتي هناك، أريد أن أصل رحم. هذه الدنيا أبو عبد الله ما معروف. أنا أريد أن أذهب وأزورهم وآتي وأسلم عليهم وكذا. فقلت لها ما في مشكلة، لكن كيف تحسن التأشيرة؟ قالت أنا أقدم أونلاين وأشوف حظي. سبحان الله. يعني شوف وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. كيف قدمت أونلاين وجاءت الموافقة مباشرة. ثم السفارة المصرية قالوا لا تغادر السعودية خلال 4 أيام، وغادرت سبحان الله وسافرت. قعدت شهر مع أخواتها هناك، وتجلس مع عيال أختها المتوفية رحمها الله. فإذا بها سبحان الله تتصل عليها تقول لها عبد الله أنا عندي 6. طبعا عيال ال6 كلهم جايبين بعمليات قيصرية. فقالت لي أنا يعني عندي كده طعنات في المكان العملية هذه، وأختي الأصغر مني اسمها سميرة هناك موجودة مجوهرة الله يحفظهم. قالت يعني عملت يعني شفط دهون. وأنا هذا المكان لما قريت نفس الطبيبة حقتها قالت إنه أنت يعني المكان حق العمليات هذا عامل فتاك في بطنك، فأنا يعني ممكن أسحب لك هذه الشحوم الموجودة وإن شاء الله نسوي لك عملية وسهل إن شاء الله خلال نص ساعة تخلصي. فكلمتني بهذا الخصوص. ففي البداية أنا رفضت. ثم يعني أصرت عليه. فقلت الآن لو أنا أصريت على الرفض سيقال أن أنا أطمع في المال يعني، وفيصل أغلى عندي من الدنيا وما فيها يعني. فتنازلت لها. نعم فيصل لا يرفض لها طلب، لأن أساسا هي ما تطلب شيء أصلا لنفسها أصلا. سبحان الله. ما تطلب شيء لنفسها أصلا، بتطلب للآخرين. والله تطلب للآخرين بس. اعملوا لفلان، الحقوا فلان، سووا لفلان. والله العظيم إنت كيف. فقلت لها خلاص لا مانع إن شاء الله، ربنا يرحمها ويحسن إليها، تدخل الجمعيات من أجل الآخرين. يعني مثل ما تدخل لنا جمعيات تقول لي اسمع نحن نعمل جمعيات نحن عشان نحل مشكلة الناس. أنت إذا عندك استطاعة أعطينا عشان نحل مشكلتهم، ما عندك استطاعة توافق نحن لازم ندخل الجمعيات هذه عشان الناس يعني نحل مشاكلهم يعني. الله. ربنا يرحمها ويحسن إليها. الله يرحمها ويحسن إليها. فعلى كل حال أنا وافقت على مضض عشان هي بس ما تقول أن أنا أطمع في المال، رغم أن كان في نفسي منها شيء العملية هذه. لأنه زوجة ولدي عبد الله كانت عملت عملية فحصل أخطاء 3 عمليات، حتى تركوا بعد الخيوط حقهم داخل بطنها يا لطيف. وقطعوا في مسرانها زوجة ولدي. يا لطيف. فقلت لا الأخطاء كثير عندهم هناك وكذا يعني. فالحمد لله ربنا كان كاتب العملية. قال له يوم السبت تخيل يعني. فقالت لهم أنا إذا عندكم إمكانية يوم الجمعة عندهم شغالين؟ قالوا الجمعة شغالين.
قالت انا كل ما يعني خلصت بدري اولاد عشان ارجع لاولادي وزوجي يعني في بيتي. رحم الله. قال افضل انا الجمعه، عشان ربنا سبحانه وتعالى يقبض روحها في يوم الجمعه. الله. فهي ولدت يوم الجمعه. اي والله، فهي ولدت يوم الجمعه وسميت جمعه وماتت يوم الجمعه. الله يرحمها. وماتت من خير وفي خير وعلى خير والله. نعم. والسلام والله علي ربنا يوم يوصينا. ولدت فدخلت الصباح ويوم المستشفى، والساعه 1 الظهر توفت رحمها الله رحمه واسعه. والله اني راض عنها. الله. اني راض عنها والله، ومن يوم ماتت الى اليوم وساهر ادعي لها والله، والى الابد ادعي لها والله. هنيئا لها. الدنيا دار ممر ابو عبد الرحمن، الدنيا دار ممر. انت راضي عنها من قلبك ولا بس عشان هذا؟ انت راضي عنها من قلبك يا شيخ شاماي؟ نعم. هل انت راضي حقا من قلبك يعني هذا الرضا؟ والله العظيم راضي عنها من قلبي، والله العظيم راضي عنها والله وبالله وتالله. هي انا ربنا يرضى عني ويسامحني، انا بدوي جلف يعني حار صعب. انا ارجو ان ربنا يسامحني يعني وتكون راضيه عني. والله وبالله يا ابو عبد الرحمن، والله وبالله يعني في قبل ليلتين سهرت ادعي لها والله، فقلت اللهم اني راض عنها فارض عنها، فاللهم ارني هل هي راضيه عني. والله وبالله وتالله جاءتني وانا نايم 3 قبلات في انفي اعطتني والله العظيم. الله هذه الايام والله العظيم. انا كنت اريد ان اسالك فعلا، هل رايتم لها رؤيا؟ قبل 3 ليالي ولا قبل ليلتين ولا قبل 3 ليالي. نعم والله العظيم. بعد وفاتها؟ هذا بعد وفاتها نعم. كنت مساهر وكنت والله ابكي بحرقه يعني، حتى اكاد ان اطرش يعني. سبحان الله. اي والله، وكنت ادعي لها والله، كنت مساهر يعني، صليت ما كتب الله ان اصلي ودعيت لها والله. ثم قلت اللهم اني راض عنها فارض عنها قبيل الفجر الكلام هذا والله. اللهم اني راض عنها فارض عنها، واللهم ارني هل هي راضيه عني. والله وبالله وتالله ما طلبتون حلف. أنا جاءتني وأنا في المنام أدتني 3 قبلات في أنفي، فأصبحت وأنا يعني مشرق الوجه ومرتاح مبسوط في قمة السعادة في ذاك اليوم والله. الحمد لله. قلت هذا إن شاء الله دليل رضاها بإذن الله. الحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلتها لمؤول وقال لي إن هذه إن شاء الله دليل رضاها عنك. الحمد لله. الحمد لله. اي نعم، جزاكم الله خير والله. مثل مهما تكلمنا عن ما نوفي حقها والله. كيف كان كان بيتها في المدينة المنورة يعني يفطر فيه في رمضان 28 إلى 30 نفر بين الزوار والمعتمرين في المدينة المنورة السنوات التي قضيناها هناك. ثم جاءت الرياض هنا لتلطم مجتمعنا كله كالصبح في المخيط والله العظيم، وكل نساءنا أجمعنا أن تكون هي رئيستها. كيف كانت ترأسهم سبحان الله، تسلع حول الناس. اي والله لا تسعى تدخل بيوت الناس. من ليس له ثلاجه يا جماعه الخير وفروا لنا ثلاجه، من ليس له مكيف تقول وفروا لنا مكيف، من ينقصه شيء والله العظيم. يعني سبحان الله ربنا كان خالقها لقضاء حوائج الناس، وقد ربنا يسر لنا معظم اسرنا بفضل الله انه يوفر لهم الحاجات الاساسيه في البيوت، والسبب بعد الله عز وجل مفيصل هذه، ربنا يرحمه ويحسن اليه. نحن كيف نعرف بيوت الناس ايش ناقصه لولا الله ثم انفيصل يعني. نعم. انت تحدثت عن وفاتها وكيف تم غسلها في المغسله، كان هناك بعض العلامات، لو تحدثنا عن هذا. الله اكبر. والله العظيم يعني اختها الاصغر منها سميره كانت حاضره مع المغسلات. والله العظيم تقول يا جماعة الخير أختي ما تبكوا عليها، والله العظيم مبتسمة وكأنها جالسة معنا وخفيفة وكأنها تساعدنا في المغسلة. والله العظيم يا جماعة الخير أنا ارتحت بعد ما غسلت أختي وحضرت مع المغسلات. والماحي ابني أكثر واحد تعب لأنه إيش أبوه شوي حنينه، أكثر واحد تعب من كندا جاء عشان يحضر يصلي على أمه ويحضر دفنها، فسلم عليها، فكان أكثر واحد تعبان كان والله العظيم. فيقول في جروب العائلة يا جماعة الخير يا أخواني يا أبوي، يقول يا أخواني يا أبوي والله ما تبكوا على أمي والله مبتسمة ووجهها كأنه ما وجهها. يا سلام. أمي ليست بهذا البياض أنا عارفها. يقول والله العظيم أمي كأنها فرقة قمر ومبتسمة وكأنها أمي ما ميتة، كأنها نايمة يعني. ما شاء الله. هي ماتت، ما في حد زي ما تقول يعني وقت موتها ما يحضر معها في المستشفى ماتت، لكن وكأن في ناس جو والله العظيم يعني وقت موتها وغمضوا عيونها والله العظيم وكأنها نايمة.
ومبتسمة ومشرق وجهها والحمد لله رب العالمين. هنيئا لها. أم فيصل أرجو لها الخير والله، هنيئا لها. أرجو لها الخير. طيب دكتور شاماي، الناس الآن يسمعونك من كل أنحاء العالم، من أثيوبيا ومن المملكة العربية السعودية وأوروبا وأمريكا وأستراليا. نعم. كل الإريتريين وغير الإريتريين يستمعون إليك. ما هي يعني نصيحتك للزوجات بالذات؟ اليوم نحن شيخ شاماي نشاهد هجمة شرسة على الزوجات بنشر النكت السيئة التي تنقل صورة سيئة عنهن. كذلك أيضا في المقابل هناك أيضا يعني سوء خلق من الزوجات باتجاه الأزواج إلا من رحم الله. حينما نجد هذه يعني الصورة المشرقة وهذا النموذج الفريد من أم فيصل، وأنت اليوم تترضى عنها وأنت زوجها، قلما نسمع أن زوجا راضي عن زوجته، قليل في هذا. نعم يتراحم عليها ويقول الله يغفر لها ويرحمها، كان بيني وبينها كذا، لكن أن يترضى عنها ويقول اللهم إني راض عنها فارض عنها، فهل هي راضية عني؟ هذا بصراحة قليل حسب علمي. فما هو توجيهكم اليوم والله شيخ شامل؟ أبو عبد الرحمن، تفضل. والله العظيم زوجاتي اللي في السودان بيتهم قالبين عزا، والله العظيم بيتهم قالبين عزا وكلهم يبكون، والله العظيم أنه جزء منهم تعبانين بشكل أنت ما متخيله يعني. اي والله حتى ما قادرين يكلموني يعني، هم حزنانين عليه مثل حزني واكثر يعني، وكانها ليست ضربا يعني. كانت تاخذهم لمناسبات اهلها اللي هم قبيلتها الساهو، اذا طرح ما تتركها تقول هذه اختي فلان. معي يا ابو عبد الرحمن انت ولا ما معي؟ معك، اسمعك بكل عنايه واهتمام. والله العظيم تاخذهم والله العظيم معها. اخر زوجاتي سبحان الله، ام ادريس شاماي هذه ام ولدي الصغير هذه الاخيره اصغر واحده. نعم. كل بيوت بشت بها معاها، حتى مناسبات زواجهم، مناسبات افراحهم، اتراحهم، وكلهم تشيلهم معاها، كلهم ما تركتهم ابدا. جو هنا لا يمكن ان تخرج وتتركهم وراءها ابدا. تشيلهم لمناسبات اهلها كلها. سبحان الله. حتى اهلها جزء منهم يزعلوا منها، يا اخي عرفنا خلاص خليهم في بيتهم وتعالين، انا عرفت انت راضيه بهم في بيتك يعني عايشه معاهم كانهم اخواتك، لكن كمان تجيبهم لنا بعد اسرتها يتكلموا بهذا الشكل يعني. فتقول لهم هؤلاء اخواتي في الله، ليس ضرات. الله اي والله. ام فيصل نموذج صراحه يعني، انا ولهذا قلت لك النموذج هذا قل يتكرر. الله يتكرر اي والله ما قل ان يتكرر والله. ربنا سبحانه وتعالى سحب منها حاجه اسمها الغل والحسد والحقد، لا يوجد في قاموسها هذا الشيء ابدا. ما شاء الله. لا يمكن ان تحقد، لا يمكن ان تحسد، لا يمكن ان تحقد ولا تحسد، والله العظيم هنيئا. لا يمكن. هنيئا. ربنا سبحانه وتعالى ريحها من هذا الشيء يعني. هنيئا. اي والله. وليس لها طلبات لنفسها والله. هذه مو 33 سنه الان هذه. هنيئا. ليس لها طلبات فيصل، هي طلباتها بس لاجل اسعاد الاخرين. افعلوا لفلان، سووا لفلان، والله ما قدرنا نحن نتخيل. تبع اللي عندها، تبع الغرامات اللي عندها وتحل المشكله يعني. هنيئا لها والله. ما تحب. ايوه نعم، ربنا يرحمها يحسن اليها. فيصل يعني كانت مثل ام فيصل يعني من اهل الاخره، ما ليس من اهل الدنيا يعني. هكذا حسبها ورب حسيبها والله. سبحان الله. ولدت 33 سنه عشت منها معها. اي نعم. عاشت كم سنه يا شيخ؟ كم في عمر كم ماتت؟ معي 33 سنه وقبلي 19 ولا 18 سنه قبلي. 18 سنه قبلي ومعي 33 سنه، ربنا يرحمه ويحسن اليه يعني 51 سنه. حوالي 55 سنه تقريبا. 51 سنه نعم، رحمه الله رحمه واسعه. رحمه الله رحمه واسعه واسكنها فسيح جنات. اسال الله ان يجمعني بها في مستقر رحمته. وام فيصل انا اعزو يعني ذهابها هو قضاء وقدر واجل، لكن اعزوه لذنبي انا، ذنبي اقترفته انا يعني. الله المستعان. يعني لان انا اللي حرمت منها يعني، لانه مثلها يعني لو فتشتها واستخرت واستشرت وجمعت عشان تلقى امراه بهذه المواصفات والله لن تجدها. ولو اهلها يعرفون هذه مواصفات بنتهم ما يعطوك هي اصلا، لكن ربنا يكتب لك الخير، هكذا قدرا تقع عليها.
بالعكس أنت هي من أيضا آخر من سنة. الصالحين. أيوة نعم، وهيا هي من الله آخر لك سنة هذه وأنا الزوجة من الصالحة رحمة القاشر. بك. أنت أيضا من الصالحين يا شيخ شاماي، وهيا الله لك هذه، لأن المرأة الدنيا دفنت متاع، جنب أمها وخير وأختها. متاعها نعم. المرأة الصالحة. وكون الإنسان يجد امرأة ربنا يرحمه. صالحة تصبر على أذاه يا وتناصحه الله. وتوجهه وتكون يا حنونة الله. له وتقبل ضيوفه ولا تنزعج من كثرة الضيوف، ويعني إلى آخره من الصفات الطيبة التي سمعنا عن أم فيصل رحمه الله. فهي تذكرنا بأمهات المؤمنين ورحمه الله رحمة واسعة وتقبل. هي الأسرة أبو عبد الرحمن، هي الأسرة، كل أسرة طيفرها كلها خير في خير، والله كلها خير في خير. نعم والله العظيم. يعني صحيح. يوم تزوجتها أنا وأخذتها من القصر في سيارتي، أمها تكلم معي. أنت معك نعم. أمها تكلمت مع نزل القزاز، قالت له، تكلمت معها بلغتهم كده كيف؟ أيوة. والله العظيم. يعني ليتيني ميتيني قلت لها امك دي قالت لك يعني تينا تونا ده شنو قاعد تقول لك شنو؟ ضحكها الله يرحمها يا سنين ليها. امها تكلمت معها برطانتهم يعني بلغتهم، تكلمت معها ويتيني. قلت لها امك تينا تونا كملتها معاك، قاعد تقول لك شنو؟ قالت لي قاعد تقول لي كل من تكلم بلسانه فهو حموكي ولو كانت ضرتك. وكل من يعز عليه نعم يعز عليك. الله والله لا اي والله هذه وصيتها كانت، ولهذا تعاملت يعني بهذا الشكل. هي الله يرحمها يسر اليها يعني. فالأسرة الله كلها أسرة خير في خير، أسرة كلها الله. خير في خير والله العظيم. آمين. أنا يعني رب سبحانه وتعالى أراد أن نقع في خير الأسر اللي كانت موجودة والله من مجتمعنا في هذا البلد. ربنا يرحمه ويحسن إليه. هنيئا لك، ونسأل الله تعالى أن يعوض لك خيرا، أن فقدان الزوجة الصالحة التي تعين الإنسان على طاعة الله عز وجل ليس سهل. أنا من باب ما قيل لأم سلمة رضي الله عنها، لما قيل لها قولي إن يعني اللهم أجر مصيبتي وخلف لي خيرا منها، فقالت رضي الله عنها وأي خير من أم سلمة، من أبو سلمة يعني. نعم. تذكر قصتها يعني. وأي خير من أبي سلمة قالت، ثم طاعة لله واستجابة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم قالت وأبدلنا خيرا، فأبدلها الله محمد صلى الله عليه وسلم. خير والله لولا من هذا الباب أنا والله العظيم يعني أقول لك برضو أي خير من أم فيصل يعني. الله نعم أقول لك أي خير من أم فيصل. ونحن نستمع إلى هذا الكلام الطيب في امرأة. أيوة. أسأل الله أن يرزقني بها غير مفتون إن شاء الله، ويجمعني بها جنات النعيم. آمين. الدنيا دار ممر أبو عبد الرحمن، الله لا يحرمني لقاءها في دار المقر. آمين. وهي امرأة استثنائية والله العظيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم والله لو ما ظلمتها ما ظلمتني، ولو ما أسأت لها ما أسأت لي، ولو مهما غضبت فهي راضية. هي راضية مهما غضبت، لا يمكن أن تقابلني ولا يمكن أن تتكلم وقت غضبي. أقول لك والله مهما عددت أنا لا يمكن أن أوفي حقها، بس أسأل الله أن يوفيها ربها حقها، بس أن يكرمها بالفردوس الأعلى يا رب، ويجمعنا بها هناك في جنات النعيم. اللهم آمين. وأنا أشكركم على جزاكم الله خير على هذه الحلقة يعني. الله يجزي خير. هذا أقل واجب في نشر مثل هذه المواقف الطيبة للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، حتى يقتدوا الناس وحتى يحرصوا على حسن الخاتمة. ابقى معنا، باقي لنا فقط فقرات بسيطة ثم نختم إن شاء الله تعالى. شكرا الدكتور عمر شاماي أبو عبد الله وزوج المتوفاة أم فيصل رحمها الله الأستاذة جمعة أي فرح عبد الله أحمد. نعم مشاهدينا الأكارم، باقي معنا دقيقتين أو ثلاثة. هناك أخت اسمها هدى الشماسي تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارحم أختي أم فيصل رحمة واسعة، واغفر لها وعافها واعف عنها وأكرم نزولها ووسع مدخلها ونور قبرها واجعله روضة من رياض الجنة. اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلها دارا خيرا من دارها. نعم نشكر الأخت الكريمة هدى الشماسي. نعم أيضا يعني قامت رابطة علماء إريتريا بكتابة تعزية لأخت أم فيصل، أقرأ جزءا منها هي كما تشاهدون
عبر الشاشة كتبت رابطة علماء إريتريا تقول الرابطة: تعزية المواساة في وفاة زوجة الدكتور عمر شاماي، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى تتقدم رابطة علماء إريتريا بأصدق التعازي والمواساة للأخ العزيز الدكتور عمر شاماي عضو مجلس شورى الرابطة، وذلك في وفاة زوجته أم فيصل الفاضلة، تلك المرأة الكريمة التي كانت مثالا يحتذى به في حسن خلق وكرم الضيافة وبذل الخير والإحسان إلى الناس دون النظر مقابل أو ثناء. لقد كانت رحمها الله عنوانا للنبل، تسعى لإدخال السرور على من حولها وتواسي المحتاج وتكرم الضيف وتزرع المحبة في القلوب، ففقدها خسارة كبيرة لأهلها ولكل من عرفها وتعامل معها. نسأل الله القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة وأن ينزل عليها شآبيب الرحمة والرضوان وأن يبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وأن يجعل ما قدمته من إحسان وبر وعطاء في ميزان حسناتها يوم القيامة. كما نسأل المولى عز وجل أن يلهم زوجها وأهلها وذويها جميل الصبر والسلوان وأن يعظم أجرهم ويجبر خاطرهم ويعوضهم خيرا. رحمها الله رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته إنه ولي ذلك والقادر عليه. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه كانت تعزية رابطة علماء إريتريا. وهناك أيضا من قام بتقديم رابط لجمع التبرعات من أجل إقامة مشروع خيري لأم فيصل عبر أخت نسيت اسمها حقيقة في المملكة العربية السعودية. وهذه أيضا قدمت شركة مزايا صدقة جارية عن أم فيصل جمعة أي فرح عبد الله أحمد رحمه الله رحمة واسعة وسقاها من أنهار الجنة. هذا بئر سيحفر إن شاء الله تعالى في الأيام القادمة هدية لهذه المرأة الطيبة. هذا أقل واجب نحن نقدمه مشاهدي الأكارم لعباد الله الصالحين. هذه المرأة أنا أعتقد لأول مرة رابطة علماء إريتريا تكتب تعزية في وفاة امرأة، فأنعم وأكرم بأم فيصل وندعو الأخوات الصالحات أيضا أن يقمن بمثل هذا العمل. فالإنسان الذي يعمل عمله لوجه الله تبارك وتعالى يخلد الله عز وجل ذكره ويهيئ له الشهداء من كل حدب وصوب. لم نكن نعلم هذه الدقائق التفصيلية عن حياة هذه المرأة لولا أن الله عز وجل قبض روحها وشرح صدر زوجها وشهد لها قاسم الداني. من هذا المنبر أعزي أولا الأمة الإسلامية على فقدان مثل هؤلاء الصالحات المصلحات، ثم أعزي الشعب الإريتري المسلم الذي ينبغي له أن يفخر أن إريتريا تخرج من أمثال هؤلاء. وإذا فتح لنا المجال سنعود بمثل هؤلاء الصالحات إلى إريتريا وننشر الخير والربوع، والعهد قريب بإذن الله تعالى. سنعود بأبناء أم فيصل وبناتها وبنات بناتها المصلحين المصلحات اللائي حفظن كتاب الله عز وجل ورغم أنف أولئك الذين يغلقون أبواب المساجد وأبواب التحافيظ ويسجنون العلماء. سنعود بأمثال هؤلاء الصالحات إلى إريتريا وننشر الخير وننشر القرآن الكريم بإذن الله. ألا فلنفخر بأم فيصل ولنفخر بكل صالحة ومصلحة في إريتريا. كذلك نقدم أحر التعازي إلى أسرة أي فرح وأسرة الدكتور شاماي وجميع أخواتها اللاتي كنا تكرمهن أم فيصل وجميع من دخل في هذا. بل نعزي أيضا رابطة علماء إريتريا على فقدان زوجة أخينا الدكتور عمر شاماي، ونسأل الله تعالى أن يغفر لها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، أكرم نزولها ووسع مدخلها ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلها من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد. اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها. اللهم أعذها من عذاب النار ومن عذاب القبر.
اللهم ارفع درجتها في عليين واخلفها في عقيبها في الغابرين. اللهم آنس وحشتها وأنر قبرها وثبتها عند السؤال. اللهم افتح لها أبواب الجنان وأغلق عليها أبواب النيران. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها وارفع درجاتها. اللهم واجمعها بأبنائها وأهلها وزوجها يوم العرض الأكبر. اللهم انقلها من ضيق اللحود إلى جناتك جنات الخلود. اللهم جازها بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها، وأصلح يا ذا الجلال والإكرام من بقي من الصالحين والصالحات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم وارزقنا حسن الخاتمة كما رزقت هذه المرأة الصالحة حسن الخاتمة. اللهم اغفر لها وتقبل شهداء الخير لها بالخير، واكتب لها الجنة، واجعل مثواها الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.